أنا لو سألتك وسألت الجميع الآن، ما هي المحطات التي في حياتنا التي كانت من تدبيرنا وتفكيرنا، وما هي المحطات التي لم تكن في تدبيرنا وتفكيرنا؟ سنجد أن اختيارات رب العالمين إن رغما عنا فوق 95%. تفاصيل حياتنا كلها، اختيارنا للتخصص، اختيارنا للوظيفة، اختيارنا لشكلنا، اختياري لبيتي، لمكاني، لكذا، كل تفاصيلنا الحلوة في حياتنا هذا مش من اختيارنا. لا أنا اخترت نفسي أن أكون رجلا، ولا أنت اخترت نفسك أن تكوني مثلا امرأة، ولا أنا اختار لنفسي أن يكون أبيض، وأنا اخترت نفسي أن أكون من العشيرة الفلانية، ولم أختار نفسي أن أكون في البلد الفلاني. هذه كلها، ولا أنا اختار لنفسي أني أكون مريض أو ما أكون مريض. هذه كلها لماذا لا تحسب؟ أين أسباب عمل الجوارح ونحن نائمون؟ الكلى والدورة الدموية والدماغ. طب هذا كيف؟ والرئة كيف تتحرك؟